السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. النهاردة ان شاء الله بإذن الله جريد 5 كونسبت 1. خدنا المرة اللي فاتت ليسون 1. المرة دي بقى ان شاء الله بإذن الله هناخد ليسون 2. ليسون 2 سهل جدا، مفيهوش حاجة، نفس الكلام اللي قلناه في ليسون 1 بس هنزود حبة حاجات بسيطة. هنعمل حبة activities كده او experiments تفهمكوا الدنيا عاملة ازاي والبلانت بيعمل اكله ازاي وكل ده. وممكن على فكرة تعملوا الاكسبيرمنتس دي في البيت، واللي يعمل حاجة زي كده يوريهاني. هحط الصور اللي هتبعتوها لي ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي لو بعتولي صور الاكسبيرمنتس اللي انتوا عملتوها. ويلا بينا تعالوا نشوفوا الليسون ده بيتكلم عن ايه. قالك الليسون ده عايزين نعرف فيه هل البلانتس محتاجة السويل، يعني هل السويل دي بيزك نيد. يعني ايه بيزك نيد دي؟ يعني احتياج اساسي للبلانت. قلنا له طيب تعالى كده نعمل اكسبيرمنت، نحاول نزرع بلانت مرة في سويل ومرة من غير سويل ونشوف هنعمل ايه. فقالك انت محتاج ايه؟ احنا دلوقتي هنجيب بلاستيك كاب والسويل، يعني هنجيب كوباية فيها سويل، كوباية بلاستيك بيكون فيها سويل، تربة يعني. وهنجيب بيبر تاول اللي هو ورق مناديل، التيشو. تمام، بس ايه يعني نجيب تيشو من اللي بيبقى مقلبر شويه، ولو في قطن يعني هيبقى افضل بكتير. طيب وهنجيب كمان بلاستيك بليت اللي هو الطبق بلاستيك، هقول لكم ليه. وهنجيب رولر اللي هي المسطره بتاعتك، الرولر بتاعتك. وهتجيب بين سيدز، بذور فول. اكيد ماما عندها بذور فول. ولا يا ماما انا هحتاج بذرتين 2 بس. تمام. طيب وهنجيب ووتر، ميه طبعا، بلانت يبقى ووتر، معروفه دي صح. اوكي، تعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه. اول حاجه هنبل الورقه او ورقه المنديل اللي احنا جبناها دي بميه. يبقى اول حاجه with the paper by water، هتبل المنديل بتاعك بميه او القطن او ايا كان انت جبت ايه. وتاني حاجه put half of seeds inside the paper، هتحط نص السيد. يعني مثلا انت جبت مثلا 4 بذور، فهتحط 2 منهم في المناديل. اوكي. طيب بس ايه يعني تخلي المناديل او القطن كده مغطيهم. تمام. وطبعا المناديل او القطن مبلوله، احنا اتفقنا بليناها. طيب وبعدين قالك هتحطهم على الطبق، put them in the plate، يعني هتحطهم على الطبق البلاستيك اللي احنا جبناه. خلاص، يبقى انت هتبل المناديل تحطي فيها السيدز بتاعتك، البذور بتاعتك، وبعدين تغطيها كده كويس تخليها مبلوله تمام، وتحطها على طبق وهنسيبها على جنب. اوكي، هنجيب بقى بقيه السيدز. هما لو كانوا 4 فانت خدت 2 حطيتهم في المنديل. ال2 التانيين بقى هتعمل فيهم ايه؟ هتحطهم في السويل، في التربة، وهتبل برضو التربة. تمام. طيب وبعدين هتفضل بقى ترعى فيهم ال2 وتسقيهم دايما بالووتر دايما، يعني مثلا مش تسقي واحدة بمية اكتر من التانية، لا. فهنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان البلانت في الحالتين كبر عادي. تمام. السيد البذرة في الحالتين هتبدأ تنبت يعني هتلاقي طلع منها إيه حتة كده صغيرة كده اللي هو ايه ابتدت تطلع يعني. خلاص. طيب معنى كده ايه بقى؟ طب يا ميس انا ما استخدمتش الرولر في حاجة، ما احنا هنستخدمها. هتعدي حبة ايام وتمسك الرولر وتقيس انهي بلانت اللي طول اكتر. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان البلانت طلع في الاتنين. تمام. بس هتلاقي البلانت اللي في السويل اطول من البلانت اللي كان في البيبر، اللي كان في الورق. ليه بقى الكلام دوت؟ قالك ان النبات ممكن عادي يطلع without soil، يعني البلانت ممكن عادي يتزرع ويكبر وكل حاجة can grow without soil، بس لما بيكون في soil بيكبر اسرع. تمام. دي الملاحظة بتاعتنا، ده اللي انت هتاخد بالك منه. اوكي، الكونكلوجن بتاعتك بقى انت استفدت ايه من الكلام ده؟ اول حاجة ان البلانتس can grow without soil for a while، يعني البلانت ممكن فترة كده عادي يكبر ومفيش مشكلة خالص لو مفيش soil. تمام. طيب
بس السيدز can grow in paper if they have sun and water. يعني السيدز عشان تكبر، اي سيدز ممكن عادي تزرعها في ورقة مناديل مش مشكلة، بس المهم ان انت يكون في sun وفي ايه، وفي ووتر. ما ينفعش تزرع من غير ولا السن ولا الووتر. ايه ده، يعني السن مهمة؟ طب انا مش متأكد ان السن مهمة. بالراحة كده، قالك ان السن لايت ده بيزك نيد بقى، يعني احتياج اساسي للبلانت، يعني البلانت محتاجه جدا عشان يكبر. ليه؟ قالك علشان السن لايت ديت هي اللي بتساعد البلانت make their own food. وعرفنا خلاص الجملة دي من الفيديو اللي فات، وقلنا انها جملة مهمة جدا. يعني ايه؟ يعني بتساعد البلانت انه يعمل اكله بنفسه. طب هو هيعمل اكله بنفسه ازاي؟ عن طريق عملية اسمها photosynthesis process، عملية البناء الضوئي. خلاص؟ طيب يعني ايه برضو الفوتوسينثيسيس process دي؟ بالراحة كده. It's a process in which plants use sunlight to make their own food. انا قلت ايه؟ البلانتس بتعمل ايه؟ تستخدم مين؟ السانلايت. يعني لو ما فيش sunlight مش هتعرف تعمل اكلها. هي بتستخدم السانلايت to make their own food عشان تعمل اكلها بنفسها. طب لو ما فيش sunlight مفيش اكل. تمام؟ طيب تعالي برضو او نشوف الفوتوسينثيس بروسيس دي بتحصل ازاي. بالراحة بقى، انا هبسطها لك خالص وهخليها لك بص كده انت شطور فيها جدا. بالراحة، احنا اتفقنا من الليسون اللي فات ان احنا عندنا leaves وعندنا stem وعندنا roots. دي البورتس اوف بلانت، صح؟ اللي هي اجزاء النبات. تعالوا نتكلم واحدة واحدة كده. الليفز دي مالها؟ take energy from sunlight، بتاخد الانرجي من السانلايت. يبقى الليفز بتعمل ايه؟ بتاخد الانرجي من السانلايت، هي المسؤولة انها تاخد الطاقة من السانلايت. ولذلك دايما هتلاقوا الليفز بتطلع لفوق قريبة من الشمس عشان تعرف تاخد الطاقة اللي فيها. اوكي، وبعدين قالك بعد كده الروتس بتاخد الووتر والنيوترينز من السويل. يبقى الليفز اخدت ايه؟ اخدت الانرجي من السانلايت. والروتس اخدت ايه؟ اخدت الووتر والنيوترينز. وبعدين الووتر والنيوترينز دول هيطلعوا من الروتس على الستم، ومن الستم هم كمان يوصلوا للليفز. في كل دوت في وجود الاير، الهواء. ليه؟ هو احنا عايزين ايه من الهواء؟ احنا عايزين الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون. يبقى انا عندي ايه دلوقتي بقى يا حبايبي؟ عندي ووتر، ميه، عندي الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون، وعندي السانلايت. طالما عندي التلاتة دول، فالليفز اللي انا كنت مسميها لكم في الفيديو اللي فات ماما، وقلت لكم ليه انا هقول عليها ماما، لان الليفز دي هي المسؤولة انها تعمل اكل النبات. يعني احنا بنديها المكونات دي كلها، او البلانت بيديها المكونات دي كلها، وهي بقى يلا اعملي بقى الاكل بتاعنا. خلاص، فالليفز كده تخلط الووتر مع الكربون دايوكسيد في وجود الانرجي بتاعت السانلايت، وتطلع حاجتين مهمين جدا. حاجة مهمة ليها اللي هي السكر، ونوع معين من السكر هنعرفه قدام، مش اي سكر يعني. خلاص، طب وبعدين هتطلع ايه كمان؟ هتطلع الاكسجين. والاكسجين ده مهم طبعا، الاكسجين ده هو اللي بيساعدنا ان احنا نتنفس. يبقى تاني الفوتوسينثيس بروسيس ليها كيميكال رياكشن كده، اللي هو يعني تفاعل كيميائي بيحصل. احنا لازم نعرف ايه اللي بيحصل وايه بيتفاعل مع ايه. عندك الووتر بلس كربون دايوكسيد في وجود مين؟ في وجود السانلايت. هيديني ايه؟ هيديني شوجر واكسجين. الشوجر ده الاكل بتاع النبات عشان يكبر، والاكسجين ده بتاعنا احنا عشان نتنفس. اوكي، ده الموضوع سهل جدا اهو. طب انا عايزه اتاكد ان السانلايت مهمه للبلانت. تعالى نعمل اكسبيرمنت تانية. بالراحه، اول حاجه هنجيب 2 كابس with soil. هتجيب كوبايتين من السويل، هتفرقهم مع بعض. يعني انا هنا مثلا مفرقهم، لكن انا جبت واحده بلو وواحده ريد. تمام. وهتجيب بينز
بذور، فاكر البذور بتاعت الفول؟ هنجيبها تاني برضو. وهنجيب ووتر، ميه، ما هو النبات مش هينفع يكبر من غير ميه، خلاص احنا اتفقنا بقى على الموضوع ده. طيب وبعدين قالك اول حاجة هتحط 1 seed بذرة في الكاب اللي لونها ريد او ايا كان انت مميزها بايه، خلاص. والسيد التانية هتحطها في الكاب اللي لونها بلو. وبعدين هتسقيهم طبعا كل يوم بشكل منتظم. وبعدين واحدة هتحطها في الصن عشان تاخد الصن لايت زي اللي انت شايفها دي اللي لونها ريد محطوطة في الصن اهي. وواحدة تانية هتغطيها، هتبعدها عن الشمس بأي طريقة بقى، تغطيها ببلاستيك باج، تحطها في مكان ضلمة يعني كده. هنلاحظ ايه بقى يا حبايبي؟ قالك هتلاحظ ان البلانت اللي كان في الريد كاب جرو تولر، هيكبر اطول واسرع من البلانت اللي كان في الريد كاب واللي كان في البلو كاب، سوري. يبقى اللي في الريد كاب هيطول اكتر وهيطول اسرع من البلانت اللي كان في البلو كاب، تمام؟ يعني في الكوبايه البلاستيك الحمراء هيبقى اطول من اللي كان في الكوبايه البلاستيك الزرقاء. اوكي، الكونكلوجن بتاعتك بقى. طب انا استفدت ايه من الكلام ده؟ استفدنا ان السانلايت is a basic need، يعني ايه؟ احتياج اساسي for plants، للنبات. ليه؟ to make their own food، عشان يعرف يعمل اكله بنفسه. وايه كمان؟ ويكبر، ما هو لما يعمل اكله بنفسه هياكل وهيكبر، صح كده؟ طيب تمام، برافو عليكم شاطرين. اللي احنا عايزين نقوله اخر الكلام يعني ان في حاجة اسمها basic needs، احتياجات اساسية للبلانت، من غيرها البلانت مش هيكبر. وفي حاجة اسمها non basic needs، احتياجات مش اساسية، يعني لو ما كانتش موجودة عادي البلانت يكبر. طب ايه هي البيزك needs؟ sunlight، ضوء الشمس، وعملنا الاكسبيرمنت اللي تقولي كده. وكمان الووتر، المية. وكمان الاير، الهواء، عشان ياخد منه الكربون دايوكسيد. طب ايه النون بيزك نيد؟ يعني ايه الحاجة اللي مش مهمة، اللي لو ما كانتش موجودة البلانت هيكبر؟ فاكر اكتيفيتي 1 اللي لسه عاملينه من شوية، اول اكسبيرمنت عملناها؟ عرفنا منها ايه؟ انه البلانت عادي ممكن يكبر من غير السويل. يعني مش هيكبر احسن حاجة ولا هيبقى طويل قوي، بس هيكبر برضو، صح؟ يبقى النون بيزك نيدز، الاحتياجات اللي مش اساسية، هي مين؟ السويل. وبكده يكون الدرس بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، شير، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك الليسونز اللي بنزلها اول باول، عشان تتابع معايا. عشان تبقى شطور لازم تذاكر الدرس اول باول، يعني انت خدت حاجة النهاردة تذاكرها النهاردة، وهكذا. اسمع الفيديو مرة واتنين وتلاتة، مش فاهم حاجة اكتبلي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وبرد عليها بمنتهى الحب والاهتمام. مع السلامة، باي باي.